واحد من أخطر المجرمين في تاريخ المملكة المغربية، بدات قصته بقتل الزوجة ديالو اللي رفعت عليه دعوى قضائية، وكانت هذه البداية للجرائم الفظيعة اللي غادي يرتكب. سيداتي سادتي، إليكم قصة إبراهيم أنصة، أحد أخطر السفاحين المغاربة. تولد إبراهيم أنصة أو إبراهيم الحسني في قرية أنصة في تيزنيت عام 1981، وعاش أغلب الطفولة ديالو مع الوالدة ديالو من بعد طلاقها. إبراهيم عاش طفولة صعيبة واللي بطبيعة الحال ما كتبررش الجرائم اللي غادي يرتكب. في الحقيقة الطفولة اللي كتكون صعيبة تقدر تأثر على الأطفال وتدفعهم لعالم الجريمة، ولكن ما ننسوش باللي بزاف ديال الناس دازوا من احداث صعيبه في الطفوله ديالهم وبالعكس حولوها لنجاحات وحوايج زوينه في المستقبل. وهذا الشيء بالضبط هو اللي عمره وقع في حياه ابراهيم أنصة. ابراهيم من بعد ما قتل الزوجه ديالو بطبيعه الحال غيدخل الحبس وتحكم عليه بالمؤبد بجريمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. ولكن السجن ما كانش عائق قدام إبراهيم، قدر يهرب منه ودوز شهرين وهو هارب. كان كيحاول يهاجر لأوروبا بمساعدة الأم ديالو اللي عطاتو 6 مليون سنتيم. تعرف من بعد على جوج ديال الناس قنعوه باللي غادي يعاونوه يمشي لأوروبا، ولكن نصبوا عليه وسرقوا ليه فلوسه ومشاو. بلاتي بما انك وصلتي حتى لهنا بغيت نقترح عليك واحد البلان يعجبك بزاف. شحال من واحد فيكم باغي يعاود القصه ديالو سواء كانت محفزه او قصه نجاح؟ فاذا بغيتي تشارك القصه ديالك معايا ما عليك غير تدخل للانستغرام ديالي وتكتب لي القصه ديالك بالدارجه المغربيه وانا غنحاول نسردها ونمثل الشخصيات اللي غيكونوا فيها. فاذا عجبك البلان دخل عندي الانستغرام ولوحها عندي باش نموتيفي الماكسيموم ديال الناس. عارف شحال من واحد ولا وحده فيكم عنده قصه اللي باغي العالم يسمعها. اذا عجبك البلان دخل عندي الانستغرام. ما كانوش عارفين باللي مستحيل يتهنى حتى ينتقم منهم، وبالفعل داكشي اللي كان. في 19 فبراير 2003 وفي المحاكمة ديال إبراهيم على الجريمة الثانية ديالو في محكمة الاستئناف في تطوان، قتل البوليسي أحمد شيشو وضرب بوليسي آخر فاش كان كيحاول يهرب من المحكمة. ومن بعد هاد الجرائم اللي ارتكب صدر في حقه الحكم بالإعدام الثاني، يعني في المجموع تحكم بجوج ديال الإعدامات ومؤبد، ونقلوه للسجن المركزي في قنيطرة. وفاش كان كيدوز هاد العقوبة تعمد أنه يهجم على الحارس طاهور حسن اللي كان في المكتب ديالو، جبد موس وذبحو، كان باغي يقتلو. وفاش حراس آخرين حاولوا ينقضوا طاهور حسن تعدى عليهم بالموس اللي كان عنده والحجر والعصا، وحتى هما تصابوا بجروح خطيرة. وما توقعوش أن غير هادشي اللي وقع داك النهار، وإنما شد عنده واحد من السجناء وخلاه عنده المدة ديال 3 ديال السوايع قبل ما يعتقلوه، وما طلقوا حتى جا نائب الوكيل العام بنفسه. من بعد هاد الجرائم اضطروا باش يرحلوه للسجن ديال سلا، ولكن من بعد شهور قليلة عاودوا نقلوه لأسفي. في 27 يونيو 2015 حاول أنصة أنه يهرب بالمساعدة ديال بعض الأدوات الحادة اللي كان كيجيبها ليه واحد الصديق فاش كان كيجي يزورو. حاول أنه يقطع بها القضبان ديال الحديد اللي في الشرجم ديال الغرفة ديالو، وبالفعل تمكن من أنه يقطعها. رمى حوايجو صباطو وشي فلوس من داك الشرجم على أساس أنه ملي غادي يخرج غادي يلبسها باش ما يعرفو حتى واحد. ولكن المفاجأة أنه فاش بغى يهرب راسو ما قدرش يخرجو من داك الشرجم، الشي اللي خلاه يتقصح بزاف وبدا كيغوت تحت جو الحراس. ومن بعد نقلوه للحبس الانفرادي في مكناس وبقى فيه لمدة 3 سنين قبل ما يرتكب آخر جريمة في المشوار ديالو. في
في 25 شتنبر 2017 خرجوا ابراهيم انزا لهذيك الساحه اللي كيخرجوا ليها السجناء، واللي كانت البلاصه اللي غادي يرتكب فيها وحده من ابشع الجرائم. شد واحد طروفه ديال الزليج، قلعهم من الغرفه اللي كان فيها وغرسهم في 8 ديال الحراس. تما مات قائد الحراس عبد الكبير البطيرني، وتصابوا 3 ديال الحراس اخرين. من بعد هادشي كامل اللي وقع، اضطر واحد من الحراس انه يطلق قرطاسات في السماء كتحذير لابراهيم انزا، ومن بعد تيرا فيه طاح ابراهيم انزا ونقلوه لمستشفى محمد الخامس في مكناس، وتما كانت النهايه ديال الجرائم ديال ابراهيم انزا واللي سالات بالوفاه ديالو. نتمنى يعجبكم هذا الكونتيني، ولا بغيتو تعرفوا القصه ديال اي واحد كتبوها ليا في التعاليق، واللي بغى ندير ليه القصه ديالو معايا يدوز عندي الانستغرام ويعاود لي القصه ديالو بالدارجه، وانا غنمثلها بطريقتي الخاصه. سلام.